بيقولك بقى عندنا في اسطنبول، انا النهاردة جاي اقولك 5 حاجات ما تعملهاش لو انت لسه جاي تركيا عشان رحلتك تعدي بسلام وخير وتبقى رحلة لذيذة عليك. بس قبل ما اقولك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد عطية وفيديو جديد. اول حاجة ما تعملهاش لو انت لسه جاي اسطنبول، مش هقولك ما تركبش تاكسي، لا، ممكن تركب تاكسي عادي جدا، ولكن هتقول له يشغل العداد. دي اول نقطة. ولو انت بقى عايز تفك دماغك من حتة الاسعار والفصال، وان انت لما هتنزل هيقول لك رقم كذا ويسرقك وي والقصص اللي احنا بنسمع عنها دي كلها، فاحسن حاجة ان انت هتشغل ابلكيشن اوبر اللي بيشغل في معظم الدول العربية، شغال برضو هنا في تركيا، ولكن هيجيب لك تاكسي. تمام. فاللوكيشن بيبقى عارفه والسعر بيبقى مكتوب، ومن غير ما تتكلم هيوديك الوجهة اللي انت عايزها، والسعر هتعرفه من الابليكيشن من بدون اي كلام والدخول في خناقات زي ما بنشوف كده كل يوم. فدي اول حاجة، خلي بالك من التكاسي. تاني حاجة هنقول عليها النهاردة وهي الفصال في الأسواق الشعبية. هنا في تركيا في كل منطقة ليها سوق شعبي، زي مثلا في منطقة شيرين إفلر في سوق يوم الأربع، في منطقة الفاتح في سوق يوم الجمعة. في كل منطقة كده في حاجة اسمها بازار بالتركي. البازار بيبقى السوق في كل حاجة، في بقى حاجات البيت، أكل شرب هدوم، حاجات المطبخ، كل الحاجات اللي انتوا عايزينها موجودة في البازار دي. ولازم تفاصل في البازار، لازم تفاصل. قالك 200 قول له 100، قالك 100 قول له 50، قول له 20، خدها ب5 زي ما امهاتنا بتعمل في الفصال. فلازم تفاصل في الاسواق الشعبية. تالت حاجة انا جاي اقولك عليها النهاردة وهي المواصلات. المواصلات في تركيا لازم تحترم فيها جدا قصة الطوابير. هنا الاتراك بيعشقوا حاجة اسمها الطوابير. في المترو طابور، في المتروبوس طابور، في الاتوبيس بيقفوا طابور، في السوبر ماركت بيقفوا طابور. في اي حته هتلاقي هم كده من نفسهم لما يلاقوا الدنيا زحمه بينظموا طابور ويقفوا، وانت عليك ان انت تقف في الصف. ما ينفعش تقدم، ما ينفعش تاخر، عشان ما تلاقيش نظرة ممكن نقول عليها نظرة عنصرية شوية، او نظرة ان في همجية في الموضوع. زي مثلا موقف قريب حصل معايا، الكلام ده من شهر مثلا ولا حاجة. كنت انا مستعجل جدا جدا ونازل وبجري عشان الحق المترو، عشان بعد كده بركب اتوبيس الشركة عندي ليه مواعيد معينة. فانا كنت متأخر لازم الحق المترو اللي موجود على الرصيف دلوقتي عشان انزل الحق الاتوبيس. فجريت، لقيت طبعا المترو لسه واصل وفي طابور. فانا ما وقفتش في اخر الطابور، وقفت بس جنب اول سيدة واقفة في اول الطابور. عملت يعني زي صف تالت لوحدي كده، بس انا ولا كان قصدي ان انا اخش قبلها ولا اي حاجة، ولا عايز اقعد ولا اي حاجة. انا بس عايز الحق ادخل المترو قبل ما يقفل، عشان وهقف عادي جنب الباب، مش هقعد ولا اي حاجة، بس عشان الحق، وكنت مستعجل مش اكتر. فانا لقيتها بصالي بصة، ولو سمحت ارجع اقف في الطابور ومش عارف ايه وبطلوا همجيه وكذا وكذا وكذا. وقعدت بقى ما سكتتش يعني، حتى بقى يا ستي الله يهديكي يهديكي يرضيكي، مفيش مش عايزه تسكت يا ستي، انا متاخر على الشغل، مفيش. المهم ما رجعتش برضو، بس ستيل فضلت واقف مكاني لحد اما الطابور كله خلص ودخلت انا في الاخر عادي جدا ومشي الموضوع يعني. بس فعادة لا يعني، بعد كده بقيت بقى حتى لو انا متاخر بضطر اقف في الاخر وخلاص، عشان ننجز وما ندخلش في خناقات على الصبح، والواحد بيبقى صاحي الصبح رايح الشغل، فمش ناقصه معاه. فانت خليك في السيف سايد زي ما بيقولوا، والتزم بالوقوف في الطابور. رابع حاجه انا جاي اقولها لك النهارده هي الصوت العالي في المواصلات العامه. هنا الاتراك ما بيحبوش يتكلموا بصوت عالي في المترو او في الاتوبيس. فلو انت بتتكلم في التليفون، لو انت معاك واحد صاحبك بتتكلموا في موضوع، حاول على قدر الامكان ان صوتك يبقى يعني هادي شوية، ما يكونش عالي جدا ويزعج باقي الناس اللي في الاتوبيس اللي انتوا راكبينه، او في الاريا اللي انتوا واقفين فيها، لان برضو نفس الكلام هتلاقي الناس بتبصلك بصات مش الطف حاجة. خامس حاجة أنا جاي أقولك عليها، ودي أهم حاجة تعملها هنا في اسطنبول، لو أنت جاي سياحة وجاي تقضي يومين لطاف، ابعد في الأكل والشرب. لو أنت عايز توفر، ابعد عن الأماكن السياحية. كل ما هتقرب من مكان سياحي كل ما الأكل هيكون غالي أكتر.
الاماكن السياحيه بقى زي تقسيم، زي السلطان احمد، زي اسكودار، زي المناطق دي كلها في الاكل هناك بيكون غالي جدا. في حين اللي انت لو اتمشيت شويه لقرب منطقه مثلا معروف، او منطقه فيها شغل، او منطقه شعبيه، او هتلاقي السعر قل كتير جدا. يعني مثال مثلا الذره المشويه اللي احنا كلنا عارفينها بتتباع دلوقتي في تقسيم ب70 ليره تقريبا. ولو اتمشيت في منطقه مش سياحيه قوي، يعني في حواري مثلا الفاتح، او في حته في منطقه مش ما فيهاش سياح كتير قوي، هتلاقيها بتتباع ب20 ليره. يعني في فرق 50 ليره في الاماكن السياحيه. ونفس الكلام في الاكل بقى، محلات الشاورما، محلات الكفته، السندوتش بيتباع ب25 ليره ولا ب60 ليره في الاماكن العاديه، هتلاقي في الاماكن السياحيه اضرب في 2. فده معروف طبعا مش في تركيا بس، معروف في اي دوله سياحيه يعني في العالم. فانت لو عايز تتجنب المشكله دي، حاول ان انت تاكل من مناطق مش سياحيه، او تستخدم الابليكيشنز الاكل اللي الاتراك بيستخدموها، زي مثلا ابليكيشن اسمه يميكس بي تي او ترنديول جو. ده تقدر تستخدمهم، بتنزل الابليكيشن وتدخل اللوكيشن بتاعك، العنوان، وتحط البطاقه او الكارت بتاعك، وهو الدليفري بيجي لك لحد عندك. ويستحسن برضو ان انت لو هتطلب يكون معاك حد بيتكلم تركي، لان الدليفري هيكلمك في التليفون، وعادة كلهم بيعملوا كده، بيتصلوا في التليفون وما بيبقوش عارفين العنوان، وهتقعد تشرح له لو مرة رقم كذا، ادخل كذا، اعمل كذا، الدور كذا، فيكون معاك حد بيفهم تركي احسن. واخر حاجة، لو جاي تركيا، ودي نصيحة بره الخمس حاجات اللي انت ما تعملهمش، حاول ان انت تستخدم جوجل ترانسليت كتير. هنا قليل قوي اللي بيتكلم انجليش والعربي، هتلاقي ناس كتير قوي بتتكلم عربي في المناطق اللي فيها عرب كتير، زي منطقة مثلا الفاتح فيها سوريين كتير، منطقة شيرين إفلا فيها مصريين كتير، منطقة إسنيورت برضو مثلا فيها سوريين كتير. ولكن المناطق دي مش مناطق سياحية قوي. لكن في المناطق السياحية معظم الناس أتراك طبعا، فهتضطر ان انت تستخدم جوجل ترانسليت كتير عشان تقدر تمشي امورك، وبرضو عشان ما يضحكش عليك. وان شاء الله تكون رحلة لذيذة واسطنبول تعجبك. وحاول تخرج بره اسطنبول، يعني اسطنبول ما تديهاش اكتر من يومين، وخليك في مدن تانية جميلة جدا زي انطاليا، طرابزون، اسكيشهير. وان شاء الله تعجبكم تركيا وتقضوا وقت لذيذ فيها. والسلام عليكم، ونشوفكم في فيديو جديد. سلام.